في خبر هز جماهير الهلال، النجم البرازيلي مالكوم يقترب رسميا من مغادرة الزعيم بعد 3 سنوات حافلة بالنجاحات والبطولات. ووفقا لتقارير شبكة ESPN، قرر مالكوم فسخ عقده مع الهلال تمهيدا للانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال مجانية، حيث سيوقع عقدا يمتد ل3 سنوات بعد اجتياز الفحص الطبي. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار إدارة الهلال الاستغناء عن اللاعب ضمن خطة لتدعيم الفريق بجناح جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتشير التقارير إلى أن البرتغالي بيدرو نيتو نجم تشيلسي هو الاسم الأقرب لتعويض مالكوم في صفوف الزعيم. ويغادر مالكوم بعدما ساهم في تحقيق 5 ألقاب مع الهلال، أبرزها دوري روشن السعودي، إلى جانب لقبين في كأس الملك ولقبين في كأس السوبر السعودي، ليترك بصمة كبيرة في تاريخ النادي. هل تعتقد أن الهلال اتخذ القرار الصحيح بالتخلي عن مالكوم؟ وهل سيكون بيدرو نيتو البديل المثالي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار الكرة.